اللي قدامك دوت احمد من اسكندريه وعنده صلع وراثي وانتظم جنب علاجه على حمام الزيت دوت مع الديرما رولر. وانا هسيب لكم انتوا الحكم على ميكس الزيوت ده. 6 انواع زيوت من اقوى الزيوت اللي بتحاصر وتخنق الصلع الوراثي وتخليه يتعالج. واحد زيت بذور اليقطين، واللي مثبت علميا ان هو بيقدر يقلل من الدي اتش تي اللي هو هرمون الصلع الوراثي، وبالتالي التساقط اصلا نفسه يقل. ولو قللنا التساقط اذا حافظنا على الشعر اللي حالتنا، ده معناه ان احنا شعرنا مش هيخف وندخل في حته احنا عايزين نطلع شعر جديد. تاني زيت الخروع، وده انا مش هتكلم عن كميه التكثيف اللي بيعملها، هو مشكلته الوحيده ان هو لزج، بس هم حاطينه بنسبه ما تخلوش لزج ويتشطف بسرعه كمان من فروه الراس. اكيد متوقعين وجود زيت زي زيت الروزماري اللي مثبت علميا انه بيعادل المونوكسيديل 2% ويقدر ينبت شعر جديد ويقلل من التساقط لو استمرينا عليه لمده 6 شهور واستخدمناه بالطريقه الصح والنسبه الصح. ما تقلقوش، محطوط بالنسبه الصح. نيجي لواحد من اقوى واشهر انواع الزيوت حاليا في تنشيط الدوره الدمويه وتحفيزها، وبيخلي الشعر يطلع اسرع كتير قوي عن المعدل الطبيعي، وهو زيت الفلفل الحار. وكمان ضايفين قهوه عشان مليانه كافيين فبتقدر تقلل من التساقط، نعناع فلفلي عشان ينشط الدوره الدمويه ويخلي الفروه دايما نظيفه وتستفاد من الميكس الزيوت ده. وزي ما بقول لكم دايما طريقه استخدام المنتج بتمثل قيمته اساسا. فقبل ما تحطوا حمام الزيت على الفروه اعملوا ديرما رولر، ومقاسها بيكون من نص مللي ل1 مللي 10 مرات في كل اتجاه بالطول وبالعرض وحرف اكس. ونصيحه، حطوا الزيت بالطريقه دي عشان تبقوا ضمنتوا انه وصل بكميه قليله في كل حته. اعتقد دلوقتي انت فهمتي ازاي احمد قدر يوصل للنتيجه دي في فتره قليله. التركيبه بتاعته السحر يا جماعه.